السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، ومرحبا بكم من جديد في قناه مطبخ شيوات زينب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كسكسو بالخضر على الطريقه المغربيه. كيجي رائع مع جميع الاسرار باش تجيك المرقه بنينه، وكسكسو كيجي حبه حبه. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير من الاول حتى الاخير. واللي مازال ما اشترك في القناه يعمل اشتراك ويفعل الجرس باش توصلوا بكل جديد. ونبداو على بركه الله في المقادير. هنا عندي جوج حبات كبار ديال الطماطم او مطيشه مقطعين، وجوج حبات كبار ديال البصل مقطعين بهذا الشكل، واللحم الكميه على حسب الرغبه، والحمص اللي فزقته ليله من قبل، وكيلو ديال السميد ديال الكسكسو، وعندي الخضره ديال الكسكسو، وربطه ديال القزبر ومعدنوس. كناخذوا الطنجره او البرمه اللي غادي نصبوا فيها الكسكسو ديالنا، وكنوضع فيها اللحم وكنضيف عليه الطماطم وكنضيف عليه البصله ايضا. وبالنسبه للتوابل كنحتاجو الزنجبيل او السكينجبير، الابزار او الفلفل الاسود، وكنحتاجو ايضا الخرقوم، وكنضيف دويمه ديال الزعفران، وكنضيف ملعقه صغيره ديال السمن المالح او السمن الحر، ضروري في كسكسو كيعطي واحد المذاق اللي زوين. الا ما كانش متوفر عندكم ممكن انكم ديروا ضامه ديال السمن. وكنضيف ايضا الزيت النباتيه، وكنحرك هاد المكونات جيدا. من بعد ما كنحركهم كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نوضع هاد الطنجره فوق النار باش كتقلى ليا. كنبقى نحرك فيها جيدا هكذا باش ما كتلصقش ليا ديك العطريه في الطنجره. صافي كنغطي عليها وكنخلي اللحم يتقلى مزيان. في هذه المرحله كناخذ القصريه كنوضع فيها السميد ديالي، وبالنسبه للسميد خاصو يكون نوعيه جيده. انا هنا استعملت هذا السميد اللي كيكون رقيق، الصراحه كيجي زوين كيف ما كتلاحظوا معايا كيكون بهذا الشكل. كنبداو كنكسكسو فيه حتى جيت كاس ديال الماء العبار بالكاس ديال العنبه. الماء عادي من الصنبور كيكون بارد، وكنبدا كنشرب فيه هاد السميد ديالي. وانا كنخدمو بهاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. العبار اللي كنحتاجو ديال الماء في التفويره الاولى كنحتاجو كاس فقط، كنشربوا به السميد ديالنا وكنبقاو نديروا ليه هذه العمليه كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني كل كيلو ديال السميد كنحتاجوا ليه كاس ديال الماء باش كنفتلوه في الاول، وكتبقى ثاني على حسب النوعيه ديال السميد واش كيشرب ولا لا. صافي من بعد ما كنفتل الفوره الاولى كنوضعها هكا في الكسكاس وكنخليها جانبا، وكنرجع للطنجره كنحركها مزيان. هنا كديجا ضفت كاس ديال الماء، غير تحذف ليا المقطع داكشي علاش ما بانش ليكم هكذا باش ما كتحرقش ليا ديك الشرموله. صافي وكنبدا نرمي في الخضره ديالي. كنوضع الخيزو واللفت هما الاول في الفوره الاولى، وكنضيف لهم ديك القبطه ديال القزبر والمعدنوس. صافي كنمرقوا عليه بالماء عادي من الصنبور. ممكن انكم ديروا الماء غليان الا كنتو زربانين عليه وبغيتوا الفوره ديالكم دغيا يطلع ليكم. نحاولوا ما نقووش الروا بزاف غير الجهد اللي طيب لينا فيه الخضره. وكنضيفوا الحمص الكميه كتبقى على حسب الرغبه، وكنغطيو عليها حتى كيغلى لينا الروا ديالنا. عاد كنضيفوا الكسكاس وكنخلوها تقريبا تفور نصف ساعه. من بعد ما كتفور ليا الفوره الاولى مزيان كنقلبها هكا في القصريه كيف ما كتلاحظوا، وكنشربها هكا الماء عادي من الصنبور. تقريبا ضفت ليها 2 كيسان ديال الماء، وكتبقى على حسب النوعيه ديال السميد واش كيشرب ولا لا. وكنبقى نفك فيه بهذه الطريقه بملعقه خشبيه حيت كيكون سخون في الاول. كنستمر كنفك فيه حتى كيبرد ليا. عاد كنكملو بيدي وكنبقى نفك فيه بهذه الطريقه حتى كيتفك ليا داك السميد وكيولي حبه حبه كيف ما كتلاحظوا. من بعد ما كنعاودوا الفوره الاولى وكيتشرب لينا السميد مزيان كنرجعوه هكا الكسكاس باش كنعاودوا الفوره الثانيه. وفي هذه المرحله قبل ما ندير الفوره الثانيه كنرمي ليه الشو او الكرنب. عاد كندير الفوره الثانيه تفور تقريبا كتاخذ معايا 20 دقيقه. في هذه المرحله غادي نحضر لاصوص اللي غادي نحتاجها في الفوره الاخيره. خديت حبه ديال الطماطم اللي حكيتها وضفت لها التحميره او بابريكا والابزار وملعقه صغيره ديال السمن الحر. صافي وكنحرك كلشي جيدا وكنخلي هاد الطماطم جانبا. من بعد كنرجع للطنجره من بعد ما حيدت الفوره الثانيه كنرمي القرعه ديالي. كنحاول نحطها على هاد الشكل على الظهر ديالها، ما كنحطهاش على الوجه ديالها هكذا باش ما كطيبش لينا بزاف وكتحل لينا. كنرميو القرعه الخضراء والقرعه الحمراء كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي من بعد غادي نزيد عليهم هذيك لاصوص اللي حضرت معكم ديال الطماطم، وكنحرك هاد لاصوص اللي ضفت مزيان مع الروا هكذا باش ما كتبقاش معزوله لينا الفوق. صافي وكنغطي عليها بما عاود الفوره الاخيره.
في هاد المرحلة غادي نعاود الفورة الثالثة اللي هي الفورة الأخيرة، كنقلبها هكا في القصرية وكنضيف لها الماء والملح بهاد الطريقة كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنشربوه مزيان بالماء والملح، وكنفكو هكا بملعقة خشبية، كنبقاو نفكو فيه بهاد الطريقة حتى كيتفك لينا الكسكسو ديالنا وكيولي بهاد الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد ما كيتفك لينا كنضيف ليه الزيت النباتية وكنزيد نخدمو هكا بيديا وندخل فيه داك الزيت اللي ضفت مزيان صافي، وكنرجعو الكسكاس وكنغطي عليه وكنرجعو يفور المرة الأخيرة. في هاد المرحلة غادي نحضر معاكم التفاية في كوكوط أو طنجرة كنوضع فيها البصلة، وبالنسبة لكمية البصلة كتبقى على حسب الرغبة. أنا ضفت 2 حبات كبار، كنضيف لهم الزبيب من بعد ما غسلته مزيان وملعقة كبيرة ديال السكر. ممكن أنكم تزيدوا السكر، أنا الصراحة ما كنبغيش التفاية حلوة بزاف داكشي علاش اكتفيت غير بملعقة واحدة، وكنضيف ملعقة صغيرة ديال القرفة صافي، وكنمرق عليها بالبلول اللي خديته من البرمة هكذا باش كتجيني التفاية ديالي بنينة، وكنحركها مزيان صافي، وكنسد الكوكوط ديالي مزيان وكنوضع عليها الصفارة وكنوضعها فوق النار حتى كطيب وكتولي بهذا الشكل، وكنحلو عليها وكنبقاو نحركو فيها جيدا هكذا باش كتعسل لينا مزيان. وفي هذه المرحله من بعد ما وجدت لي التفويره الاخيره وضعتها في القصري وبديت كنقص في قصري اخر حيت غادي نسقي جوج ديال التسقيات. كنحاولوا هكا نزربيو باش ما كيبردش لينا الكسكسو ديالنا، وكنقادو هكا الكسكسو في القصري مزيان وكنبداو كنسقيو فيه وهو مازال سخون. كنحاولوا نسقوه هكا من الجناب مزيان. وبالنسبه للوسط الا ما بقاش لكم روا ولا شي حاجه ماشي مشكل، لان الوسط كنوضعوا فيه اللحم مع الخضره وبالتالي ديك الخضره واللحم كيسقيو لينا ديك القنه او الوسط. صافي كنستمروا كنسقوا بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنوضعوا اللحم ديالنا هكا في الوسط وكنبداو كنحطوا في الخضره ديالنا وكنوزع هكا الخضره في القصريه مزيان. كنحاول نقاده بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا، حيت كاين الصراحه اللي كيبغي الكسكسو تكون فيه الخضره مستفه مزيان، وكاين اللي كيبغيها تاني تكون محطوطه هكا بشكل عشوائي. صافي كنستمر كنقاد في الخضره ديالي مع جميع الجوانب. صافي من بعد هنايا غادي نضيف ليه الشو او الكرنب وكنضيف الحمص من الفوق، وكنوضع هاد القرعه الرطيليه هكذا من الجوانب صافي، وكندير التفايه من الفوق. وبالنسبه للتفايه اختياريه، انا الصراحه درتها حتى لاخر لحظه. وشوفوا الكسكسو ديالنا كيفاش كيجي الصراحه رائع ومعلق، ما تشبعوش من المذاق ديالو. نتمنى انكم تجربوه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ما تنسونيش من لايك الفيديو والتشجيعات ديالكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.